سلام. واحد المعلومه بغيت نشاركها معكم، وهي الطريقه الصحيحه لاستعمال الكريم الخاص بالمحيط ديال العين، كريم كونتور دي زيو. ملي تبغي تستعمليها اختي ما تقربيهاش لعينيك، لانها كتشكل واحد خطر كبير على العين ديالك. انا شخصيا وقعت ليا، كانت الطبيبه خرجت ليا واحد الكريم كونتور دي زيو ومشيت كنديرها شنو نوريك، كنديرها هنا وهنا. ولكن هي الصراحه الطبيبه ما شرحتش ليا كيفاش خاصني نستعملها. كنت كندير هنا وهنايا. ملي كنفيق الصباح مع الوقت كنلقى عينيا فيها شي حاجه لداخل، ما عارفاش شي حاجه هنا كانت عندي بحال الحبوبه صغيره، وانا ما فهمتش ديالاش وما درتش العلاقه اصلا، ما درتش لا ليزون ما بين استعمال هذيك لا كريم وهذيك الحبوبه اللي ناط ليا هنا. ناط ليا غير في عين وحده ماشي في العينين بجوج. مشيت عند الطبيب ديال العينين، عطاني تقاطر وقال لي الا ما تحيداتش راه غير خصك تفتحيها، يعني خصنا نحيدوها تدخل جراحي. المهم انا فراسكم كلاكسونيت. المهم قلت لك درت هذوك التقاطر وحبست هذيك لا كريم كونتور دي زيو. قلت انا دابا كندير تقاطر في عيني ما غاديش نبدا نخلط. صافي مشات هذيك الحبوبه مع الوقت، ومن بعد عاد عرفت بانه هذيك لا كريم كونتور دي زيو اللي كنت كنديرها فوق الجفن وهنايا هي اللي كانت بالليل كتسرح وكتدخل لي لعيني، وهي اللي دارت لي واحد الكيس دهني. هو ديك الحبوبه اللي كانت كديرونجيني هنايا، والله ما عقلتش واش هاد العين ولا هاد العين، المهم وحده فيهم كانت كديرونجيني في عينيا في الصباح. عرفتي راه ما نقولش لكم كتمرضني. والصراحه هذا خطا من الطبيب اللي خرجها ليا، كان خاصو يوريني طريقه ديال الاستعمال. المهم الطريقه الصحيحه هي كديرها غير هنا هاد البلاصه هادي وهنايا تحت الحاجب، لانه منين كتناسي هاد البلاصه كامله كتشربها. واخا انتي درتيها غير هنا وهنا راه هاد البلاصه حتى الجفن كيشربها، وحتى هنا يعني ماشي ضروري تقربيها للعين ديالك. الناس اللي كيستعملوا الزيوت للشفار ديالهم من انتم